قال النبي: وإذا جاء آخر ليلة من رمضان اعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ليلة القدر لا، ليست هي. قال: إذا ما هي؟ قال: إنما يوفى العاملون أجرهم في آخر عملهم. هذه الليلة الله من قدرها العظيم أتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال: وما أدراك ما ليلة القدر. ما تدري أنت، ما تعرف قدرها. ثم قال: ليلة القدر إيش؟ قال: خير ولا مثل؟ خير يعني أفضل من كم شهر؟ 1000 شهر. كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة فضل، من يضيع ذا الفضل؟ لو قال لك مديرك أعلن الآن الديوان الملكي أن كل موظف يداوم بكرة من الصباح إلين الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، تروحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لأنه يريد الدنيا. يا جماعة الله ماذا يقول؟ يقول: ليلة تصليها إيمانا واحتسابا أعطيك قدر 84 عام، كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من 1000 شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة مو بواحد، عدد. وقيل، شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقولوا العلماء إن الله يصطفي من السماء خلق ومن الأرض خلق. يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين، الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان. أنتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الأرض. هذا الصفاء. طيب من ينالها من أهل الأرض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في أبقاع الأرض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها. اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة ومن معهم والروح جبريل. ترى جبريل منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما نزل يوم وفاة الرسول، ثم جلس ينزل كل سنة مرة.